بحوالي 50 جنيه بس هتعملي كل تفريزات الخضار اللي انت شايفاها دي. هتعمليها لشهر الخير او تعمليها للصيف، هتعيش معاكي من السنة للسنة وبطريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت سليمة وصحية جدا زي بتاعة الشركات واحسن كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم معايا في قناتي وصفة هايلة. النهاردة هنعمل مع بعض اقوى فيديو تفريزات للخضار. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. هقولك ازاي تفرزي البسلة والفاصوليا والقلقاس والسبانخ وكل انواع الخضار بنفس الطريقة ونفس التكنيك. يلا بينا نشوف الفيديو. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو لو اول مرة تشوفوني. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. اول حاجه معانا الخضار اللي احنا هنفرزه. معانا البسله والقلقاس والفاصوليا والسبانخ، وزي ما قلنا اي خضار عايزين نفرزه خلاف الحاجات دي ممكن نعملها بنفس الطريقه. معانا السبانخ، معانا البسله. اول حاجه انا شاريه 2 كيلو بسله ب25 جنيه. طبعا وقتها ده وعز الشراء بتاعها دلوقتي، وضروري نشتريها مش فاتحه ومش لونها بهتان، عايزينها خضره، لون الاخضر الزاهي، وكمان نلاقي القرون بتاعتها او الحبات بتاعتها زهره ومليانه زي ما احنا شايفين. عشان تطلع معانا اكبر كميه ممكن نطلعها من 2 كيلو او من اكتر حسب الكميه اللي انت تشتريها. معانا كمان الفاصوليا الخضراء، عشان تعرفي ان هي طازه وان هي فريش ان انت تكسريها كده نصين. لو لقيتيها بتتكسر معاكي بسهوله يبقى حلوه، تبقى لسه خضراء، تبقى فريش مش ناشفه ومش بقالها كتير عند الراجل اللي بيبيع الخضار. معانا كمان السبانخ نفس الشيء، ضروري يكون لونها اخضر واضح كده، ما يكونش فيها حاجات كتير زي الحشائش اللي بتكون موجودة في الارض. زي ما احنا شايفين تعتبر وسط، ولا طويلة قوي والعيدان بتاعتها او السقام بتاعتها طويلة، ولا صغيرة تبقى صعب علينا ان احنا نجمعها وننضفها، تاخد مننا وقت طويل على بال ما نجهزها. هنشتريها بالحجم اللي احنا شايفينه ده، ونبدأ نشيل الأجزاء الرفيعة اللي بتكون موجودة فوق اللي هي تعتبر بتكون تحت الأرض يعني في الزراعة. أنا بسيب بس الجزء الأحمر اللي هو بيكون في حرف أو لامم ورقات أو عيدان السبانخ. هجمع كل السبانخ بالشكل ده، أنضفها من الحاجات اللي بتكون غريبة من الأرض، ونروح عشان نغسلها. معايا طبق عميق زي ما احنا شايفين كده تحت المية، وهنملاه مية، وهضيف عليه معلقتين كبار من الملح ومعلقتين كمان كبار من الخل. انا هنقع الخضار بتاعي، كل انواع الخضار ضروري انها تتنقع في المحلول ده، ملح وخل، حوالي 10 دقايق بالكتير، ربع ساعة وهتكون جاهزة معانا. بس ضروري طبعا ان احنا نغطسها في المية او نغرقها كده، المية توصل لها من كل الجهات، وال10 دقايق دول كفيلة ان هي توصل لكل مكان، اذا كان ورق، اذا كان اجزاء مدارية جوه في قلب العود بتاع الكزبرة، سوري بتاع السبانخ، ان هي توصل لكل العيدان دي وتنضفها وتجيب الحاجات الموجودة فيها. هندلق المية بقى اللي هي محلول النقع اللي احنا كنا عاملينه، ونغير المية مرة او مرتين، يعني بنشطفها كمان مرة او مرتين. السبانخ مفيدة جدا، وزي ما احنا عارفين غنية جدا بالحديد وفيتامين سي واملاح كتير معدنية مفيدة جدا للجسم. السبانخ انا شارية كيلو، كان ب10 او كيلو وربع ب10 تقريبا، متوفرة دلوقتي واسعارها طبعا معقولة. انا بعمل الكيس او الكيلو بعمله على طبقين او كيسين. هنبدأ نجمع برضو تاني مجموعات كده ونخرطها زي ما احنا شايفين. نحاول ندقدق الروز بتاعتها كده شوية، وبعد كده نقطع لغاية ما نخلصها، وهكذا لغاية ما نخلص كل المقدار اللي معانا. معايا كمان ربطة كبيرة كده من الكزبرة مغسولة كويس برضو، وهقطعها على السبانخ. الكزبرة مع السبانخ بتخلي طعمها حلو وريحتها خطيرة. كده جهزنا السبانخ بتاعتنا، وهنروح بيها على طول على النار. انا ممكن اعمل لها حمام مائي كده، يعني احط ميه في حله تكون بتغلي واحط عليها المصفى، واحط في المصفى السبانخ وابدا اقلبها لغايه ما تدمن معانا. هنضيف عليها بس اقل من نص معلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم اللي هي البيكربوناتو او الكربوناتو اللي موجوده عندنا في المطبخ، وهبدأ أقلبها. الكربونات هنا تعتبر مادة حافظة وفي نفس الوقت بتديها لون أخضر زاهي، يعني لو طلعت الكيس ده بعد سنة من الفريزر هتلاقيها لونها الأخضر اللي انت شايفاه ده. مجرد ما هتنزلي بيها في شربتك أو في صلصتك على النار هتلاقيها نفس اللون اللي انت شايفاه ده.
زاهية جدا وخضرة زي ما احنا شايفين وفريش كأنها لسه معمولة. وهتنزل المية زيادة منها اللي فيها جزء من الأملاح الزيادة اللي موجودة في السبانخ. وكده بقى جاهزة معانا بالكتير 3 دقايق وبتكون السبانخ جاهزة خلاص تمام، مش محتاجة أي حاجة. هناخدها على مصفى زي ما احنا شايفين، ضروري ما تكونش بلاستيك طبعا عشان كل الحاجات الخضار بتكون سخنة. ونحاول ان احنا نفردها كده عشان تبرد بسرعة قبل ما نعبيها. معنا البسلة احنا خلاص فرطناها وهنضيف لها الجزر نص كيلو او كيلو ربع، يعني حسب كمية الجزر اللي انت محتاجاها. لو بتحبي تضيفي عليها بطاطس ممكن تضيفي كمان مكعبات من البطاطس، بس البطاطس ضروري انها تتغسل برضو كويس وتتحمر او تاخد تشويحة على الزيت كده شوية قبل ما تضيفيها على البسلة. هنقلب البسلة كده بالجزر وحلة برضو على النار ويكون فيها ميه بتغلي، هضيف فيها نص معلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم الكربوناتو، وكمان حله كمان للفاصوليا وبرضو هنضيف فيها بيكربونات الصوديوم. وننزل بالبسله بتاعتنا ونقلب 5 دقايق، والفاصوليا كمان ونقلب 5 دقايق. طبعا الخضار كله بيتغسل بنفس الطريقه، ايا كان نوع الخضار ضروري يتغسل بنفس الطريقه زي السبانخ بالظبط. بس نهتم شوية بالخضار الورقي، الأوراق بيكون فيها أكتر يعني من الحاجات اللي بتكون مغلفة زي البسلة كده. شايفين لون الخضار بسم الله ما شاء الله، مجرد ما بتنزل في المية مع البيكربونات بتديها لون أخضر زاهي جدا، وبتحتفظ باللون ده لغاية آخر وقت ممكن تشيليها معاكي في الفريزر. خلاص احنا كده طلعناها وبنصفيها في مصفى برضو على المية كده على طول. ونحاول ان احنا نبردها عشان بنعمل لها عملية تبييض اللي هي بتساعد على قتل اي حاجة ممكن تكون لسه موجودة في الخضار. مية سخنة جدا وبعديها مية ساقعة جدا، ويبقى كده الخضار بتاعك تمام جدا زي احلى خضار متفرز او متجمد بتشتريه من السوبر ماركت. طبعا مفيش مواد حافظة، مفيش الوان ولا اي حاجة ممكن تضاف، وكمان طبعا السعر اوفر بكتير. البسلة نفس الشيء، هنفضيها وعليها المية الساقعة على طول. السبانخ كانت الكيلو ب10 جنيه، الفاصوليا الكيلو ب10 او ب12 جنيه، البسلة زي ما قلنا ال2 كيلو ب25، القلقاس الكيلو وربع او تقريبا الكيلو وربع ب10 جنيه. يعني كل الموضوع ممكن يكون 55 جنيه، وهتعملي كل كمية التفريزات اللي انت هتشوفيها حالا او شفناها في اول الفيديو. القلقاس بقى موضوع تاني خالص. القلقاس ضروري جدا ان احنا نقشره الاول ونغسله كويس جدا بمية سخنة او مية دافية، وبعدين فوطة تكون مخصصة للمطبخ او مخصصة للخضار او اي قماشة قطن متوفرة عندك زي كده. ضروري القطن طبعا عشان تكون بتنشف كويس، بعد ما نغسلها ننشفها كويس جدا. انا بغسل القلقاس وبغسل الطبق اللي هقطع فيه وبغسل السكينة وبغسل ايديا كمان، كل الحاجات دي بعد ما بقشر القلقاس. وبعد كده بنشفه كويس جدا هو وكل الحاجات دي، السكينة بنشفها وايديا والطبق، كل الحاجات اللي انا هستعملها بعد ما بغسل القلقاس بنشفها كويس. مش عايزة نقطة مية في كل الحاجات دي عشان ما يبدأش ينزل المادة اللزجة الموجودة جواه، انا عايزاه يبقى ناشف جدا زي ما انتم شايفين كده. وابدا اقطع القلقاس بتاعي على برضو قطاعة او على فوطة او القماشة اللي انا بنشف بيها. طالما الحاجة مش ناعمة بيبقى الموضوع سهل بكتير عن لو بتقطعي على الرخامة او على قطاعة ناعمة معاكي، بيكون موضوع يعني ممكن يتزحلق منك وممكن السكينة تجرحك ولا حاجة. وهنبدأ نقطع القلقاس بتاعنا، يعني نعمل جزء مستوي كده بحيث ان هو يرتكز كويس في المكان اللي احنا بنقطع عليه. وبعد كده نثبت بقى ونقطع بقية الأجزاء، نقطع الحجم اللي احنا عايزينه ونخلي الحجم متوسط شوية عشان طبعا يعني ما يبقاش رفيع ويستوي بسرعة أو كبير وياخد وقت. أنا محتاجة ان القلقاس بتاعي يكون حجمه متوسط في التقطيع. يعني شايفين أنا بقطع جزء كده من ناحية تحت عشان أقدر أثبتها كويس وأنا بقطعها، أكون متحكمة فيها أكتر وأنا بقطعها. وبعد كده بقطعه لقطع صغيرة زي ما احنا شايفين كده. تمام جدا كده، كل القلقاس اللي معانا قطعناه الاول
لصوابع، بعدين قطعناه لمكعبات متوسطة زي ما احنا شايفين. وبعد كده هيبقى جاهز ان احنا نشيله على طول. القلقاس ما بياخدش اي مجهود ولا ميه سخنه ولا اي حاجه، كل الموضوع ان احنا بنغسله. في ناس كمان بتقشره او بتغسله الاول قبل ما بيتقشر وتنشفه وبعدين تقشره، بس بصراحه انا مش بقتنع بالموضوع ده خالص. انا ضروري جدا ان انا اغسله بعد ما بقشره، اتاكد طبعا ان هو ما بقاش فيه لا قشر ولا بقى اي حاجه ما بين القشور. وبعد كده بعد ما بقشره بغسله كويس وبعدين بنشفه زي ما شفنا كده. بعد كده انا كان عندي بس حوالي نص كيلو فلفل الوان في التلاجة، قلت برضو افرزه. وكل ما بنزل السوق ممكن اشتري برضو يعني نص كيلو، اخد اللي اخده منه، واللي بقى برضو بشيله، او كيلو يعني حسب ما بلاقي او حسب ما بجيب. في الفلفل برضو ممكن نحتاجه في التفريزات او في الحشوات زي الفراخ واللحمة، ممكن نضيفه على العصاج، في حاجات كتير ممكن نستخدم فيها الفلفل الالوان. وكده الخضار بتاعنا كله بعد ما جهزناه عشان يتفرز. وبعد كده بجهز طبعا الاطباق الفل البيضة دي، او في اكياس سهلة الفتح، او اكياس التلاجة العادية، او في علب، يعني اللي انت بتفضليه او المتوفر عندك. بفرش فيها كيس تلاجة، اقصه كده على 4 اجزاء وافرشه بحيث ان هو ياخد حجم الطبق. وابدا احط الخضار بتاعي. طبعا بتحط الكميه اللي تناسب اسرتك، اذا كان مثلا 400 جرام، نص 500 600، طبعا زي ما بتحبي. وبغطيه بالاسترتش راب زي ما احنا شايفين كده. وهكذا كل انواع الخضار بعملها بنفس الطريقه. ده البسله والجزر، عملنا كده طبقين من البسله والجزر، يعني يعتبر طبختين. وكمان عملت واحد ضفت عليه فاصوليا خضراء، وممكن بعد كده ممكن نضيف عليه كوسه وبطاطس ويبقى تورلي او شوربه خضار. ودي كمان السبانخ، عملنا برضو الكيلو عملناه لطبقين، والقلقاس عملناه لطبقين او لاكلتين او طبختين، والفاصوليا الخضراء نفس الشيء. والبسلة عملنا طبعا عشان بيتضاف عليها جزر، وخدنا جزء من الفاصوليا ضفناه، عملنا الطبقين والثلاث اطباق. وادي واحد كمان الفلفل الالوان. وكده الفيديو بتاعنا بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم بخير، مع السلامة.